بوش مترشح الحر، لانني مقتنع منذ 1943 ان الرئيس عبد المجيد تبون اذا ترشح لعودة ثانية هو رئيس. اذا انا عندي قناعة انه هو الرئيس. وبما انني مقتنع ان عبد المجيد تبون هو رئيس، كنت واضح وصريح معكم، وانا مقتنع وموافق وراضي بعودة ثانية للرئيس تبون. واحد ما فرض عليا، واحد ما سيطر عليا، واحد ما قال بزيرة. انا كنت ضده في 2019 وضد الانتخابات نهائيا، واثبتت الايام اننا كنا على حق، لانه الناس اللي كانوا ضد انتخابات 2019 اثبتت الايام انه الان رانا على حق. نعم، لانه لم يتغير شيء. خرجنا من العصابات دخلنا في العصابات، خرجنا من المافيا دخلنا في مافيا، لم يتغير شيء. ما صار والو. المشاريع الكبرى اللي كنا ننتظر فيها، لانه كنا ننتظر في مشاريع كبرى المهمه: غارج بيلات، الفوسفات، ميناء شرشل، والطريق السكك الحديديه شمال جنوب. هذو 4 مشاريع او 3 مشاريع، المشاريع اللي راح تدخلنا ملايير. 3: الفوسفات في تبسه، غارج بيلات في تيندوف، والميناء الاعظم اللي راح يكون يعني اكبر ميناء في حوض البحر الابيض المتوسط اللي هو ميناء شرشل. في 3 راحوا في كيل الزيت، ما كان والو. اذا المختصر المفيد ما درنا والو. البطاله وكذا والسكنات وكذا، هذه مشاريع تحصيل حاصل. بصراحه انا قلت لكم نتكلم بكل حريه وديمقراطيه وديكتاتوريه. 5 سنوات لم نحقق شيء. الوعود اللي وعد بها تبون للاسف الشديد، ما نقولش باللي كذب ولا ما يقدرش. الوعود التي وعد بها تبون للاسف الشديد لم يتحقق منها شيء على اكمل وجه. اعطوني كي نبداو نتحاسب نضرب مع بن قرينه ومع بن مبارك ومع بوطبيق ومع ياحي ومع هذو اللي راهم يسخنوا في البندير ومع عثماني ومع بن بعيبش اللي راهم يسخنوا في البندير. بس انا نقول لهم اوكي، خلونا نتناقشوا. ماذا انجز في هذه 5 سنوات؟ اعطونا انجازات ملموسه. خلونا نقصروا يا سيدي، نديروا قهوه ونقصروا. ماذا تحقق في 5 سنوات؟ اعطونا، حسبونا 1 2 3 4. تحقق انه الرئيس عنده مواصفات تاع الامير عبد القادر. تحقق انه الخبز عند ربي يسوى ب1000 كارثه. بن قرينه يخرج يقول لك اعطونا دوله يبيع الخبز واش عاوز تقتل الناس بالشر ولا واش؟ يعني الدوله دايره مزيه كراهي تعطي الخبز للناس ب1000. يعني خطاب غبي، خطاب تافه. والاخر يقول له عنده صفات الامير عبد القادر. هي عنده صفات على الرسول صلى الله عليه وسلم، هي يعطيني فايده. انا واش دار؟ عنده صفات على الامير عبد القادر تاع ابن باديس تاع ابن باديس، يعطيني الزبده. انا واحد كيهضر على التليفون يقعد يحكي لي الزبده، عطينا الزبده. المفيد ولا النتيجه. اما عنده صفات على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عمر بن الخطاب، ولا عمر بن عبد العزيز، ولا ابو بكر الصديق، ولا انت عمير عبد القادر، ولا ابن باديس، هذا لا يغير. هذا ليس معيار نجاح انه يشبه مش عارفنا فلان. انا اعطيني المفيد ماذا تحقق. للاسف الشديد لم يتحققش. اهم الانجازات اللي تدخلنا ملايير وتنمي لنا مش عارف الاقتصاد تاعنا وتزيد لنا في البحبوحه لم يتحقق. البترول والغاز من 1962 من 59 من وقت فرنسا. اما المشاريع الكبرى الفوسفات، الحديد، والميناء لم يتحقق. وانا نقول لكم باش ما نحبط لكمش المعنويات، لم تتحقق هذه المشاريع ولن تتحقق. لان هذه المشاريع راح يعني الانجاز تاعها مبني على منافسه مع المغرب، مع المروك. الفوسفات باش نكسروا المروك، الحديد باش نكسروا المروك، وميناء شرشيل باش نكسروا المروك اللي هو ميناء وجده، ميناء طنجه. في 3 ما نجحوش.